اهلا وسهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. لو اول مرة تشوفوني فانا ايمان، ودي قناتكم قناة جمالك طبيعي بالوصفة. مرطب رائع، مرطب ممتاز، منتج عالي الجودة بشكل فوق ما احنا نتوقع. مش انا اللي بتكلم عنه، التركيبة بتاعته هي اللي بتتكلم عن نفسها. مواد طبيعية كتير جدا. لو بشرتك منهارة خصوصا في فصل الشتاء وبيحصل فيها جفاف، فالمنتج ده لازم يكون موجود عندك في البيت. لو بشرتك جافة شديدة الجفاف، فانا بقولك انصحك ان انت تجربيه، وعمرك ما هتحسي ابدا بخيبة امل، بالعكس هتشكريني عليه. من افضل المنتجات اللي لازم تكون موجودة عندك، فعلا الكل بيشكر عليه. تقييمه عالي جدا على امازون، 4.6 من 10. يعني من 5 نجوم، حاجة كده من الحاجات التحفة. النهاردة هكلمكم على كريم الترا ريتش اوريجينال سكين فود من وليديا. هو سعره بس عالي شوية، بس والله فعلا يستحق التجربة. كمان بيفضل معاكي فترة طويلة. عدي بقى معايا المميزات. اول حاجة ان خالي من المواد الحافظة الضارة، خالي من البرابين ومشتقاته، خالي من الفسلات، خالي من المواد الحافظة والعطور الصناعية. بيرطب المناطق الخشنة وشديدة الجفاف زي منطقة الايدين والقدمين والركب والاكواع وكمان المرفقين. بيحتوي على نسبة عالية جدا من زيت عباد الشمس اللي بيغذي البشرة بمجموعة متنوعة من الفيتامينات. اللانونيل برضو، وهي مادة صناعية ولكن غرضها الترطيب العميق. زيت اللوز الحلو من الزيوت الطبيعية اللي كتير من أطباء الجلدية بينصحوا بيها، لما فيها من فوائد عظيمة للبشرة. زيت شمع العسل اللي بيدي ترطيب مضاعف للبشرة. الجليسرين برضو من الحاجات المرطبة بشكل عميق جدا وبتمنع الجفاف. عندنا مستخلص إكليل الجبل من الحاجات المفيدة. مستخلص عندنا ايه كمية المواد الطبيعية دي؟ كمية مواد طبيعية حرفيا خطيرة جدا ورائعة جدا للبشرة، يمكن بنسبة اكتر من 70-80% مكونات طبيعية. كل دي طبعا حاجات بتشتغل على البشرة. هو مش هو مش زي المنتجات التانية اللي بتديكي ترطيب مؤقت، لا هو ترطيبه طويل الأمد وبيعالج أكتر ما هو بيدي ترطيب مؤقت. يعني بيعالج معاكي البشرة بيحولها من بشرة شديدة الجفاف، بشرة ناعمة ملساء كالحرير، بيحولها من بشرة بيتراكم عليها الجلد الميت، يخلصك منها الجلد الميت، وبعد كده تلاحظي ان البشرة بقت فاتحة. انصحكم جدا بيه وبشدة، ونلتقي في حلقة اخرى من جديد. لايك وشاركوا الفيديو مع الجميع، خلوا الفايدة تعم والكل يستفاد.